سي محسن السوداني 8 دقائق. تفضل سي محسن. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تحية للسيدة سهام بن سدرين والوفد المرافق لها. تحية لكل السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب. هو الحقيقة الحديث في ملف العدالة الانتقالية وهيئة الحقيقة والكرامة التي تتولى هذا الموضوع شبيه من حيث الثقل ومن حيث القوة ومن حيث زخامة الوجدان بما تعرضنا له سابقا من قضية الشهيدين شكري بالعيد والحاج براعمي، لما يعني أتى كل من السيد الوزير الدفاع وزير الداخلية هنا في جلسة استماع. ثم ترويج لفكرة خاطئة أنا نعتقد لا يجب أن تكون سبب لتفرقة التونسيين. الفيلسوف الفرنسي إيميل شارتيه المعروف باسم أنا يقول en politique on agit mieux par amour de la liberté que par haine de l'oppresseur، بمعنى أنه في المجال السياسي الفعل الذي يكون صادرا عن الحب أفضل من ذلك الذي يكون صادرا عن كراهية المستبد، حب الحرية. لأنه ثم تويك كلام قاعد يتروج اللي ثم رغبة في الانتقام. لا، ثماش رغبة في الانتقام. شكون ثم رغبة؟ il n'y a pas de solution. إذا كان ما ثماش حل شنو تعمل الناس؟ شنو تعمل الناس؟ تمد أيديها على بعضها، شنو تعمل؟ الأمل الوحيد المعقود الآن في تونس وفي الثورة لرد المظالم وجبر الأضرار هو في الهيئة هذه، ولذلك الترفق بها وإعطاها القيمة الاعتبارية اللي تستحق. أنا في حقيقة الأمر لن أنتصر لشخص ولا لغيره، ولكن أنا ما أعرفه عن السيدة سهام بن سدرين قبل الثورة وبعدها أن مناضلة كبيرة جدا. ولذلك أنا سيدة سهام بن سدرين شخصيا أنا لا أتكلم باسم حركة النهضة ولا أتكلم باسمي هنا، أنا أهديك 1000 وردة على ما في الأداء متاعك من أخلال ومن ثغرات ومن أعطاب وربما ومن كذا، هذا ينظر فيه. الأمر الثاني، المؤهل الأكبر والأقدر على أن يتكلم في ملف الانتهاكات اللي للأسف الشديد سمعنا في بعض المداخلات وحتى من خلال بعض التفاعلات التي وجدت هنا وهناك في وسائل الإعلام من أنها مسرحيات. المؤهل الوحيد اللي نجم يتكلم على الأمر ذا هم الذين مروا بضروب الاحتراق. أم الشهيد كمال المطماط تمد لها مش 10 مليارات، تمد لها 1000 مليار وتقول اعطيني ولدك تسب عليك الدين، مش تقول لك برا اختن. تخرج عن العقل. وقد قال القرآن الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ربي سبحانه وتعالى وجلالة قدره وعظمه قال حرمت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجوزنا في حالة واحدة نقول السوء من القول، في حالة وحيدة جوزنا نقول السوء من القول عندما نظلم. هذه الأم التي قتل ابنها وهزوه في شكارة ورموه رميا في خراسان في عمود من أعمدة القناطر الجسور متاع تونس، شنو باش يكون شعورها؟ تجيني أنت وتقول لي مسرحية؟ أنت غير قادر أنك توقف 5 ثواني أمام نظام بن علي، مش 15 سنة ولا 17 سنة، غير قادر أنك تصمد 17 ثانية أمام نظرة ثاقبة من بوليس اجتثت من قلبه كل رحمة وشفت من معنى الإنسانية. شخص ضاع عقله وظل عن معنى وجوده، لا يفقه ما مر به المناضلون من محارق. الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمته وقدرته على فهم الإنسانية، وهو الذي خلقت الحياة لأجله، وهو الذي يقول عنه الله سبحانه وتعالى إنك لعلى خلق عظيم. في إحدى المعارك بعد ما انجلت الأزمة استفتوه، قالوا له افتينا يا رسول الله في هؤلاء الذين غادروا بنا وعذبونا. قال أنا لست أهلا. قالوا له ايش نعملوا لهم؟
قالوا له برا، قال لهم بروا الفلان يستفتيك. من هو هذا الفلان؟ هذا شخص عذب وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتي لأحد، سلم الفتوى وفوض الفتوى لأولئك الذين تعذبوا واستنكف عن الكلام. قال أنا مشني في مكان باش نفتيك ولا باش ندبر عليك مش هو تعمل. بروا لفلان قولوا له ايش يعمل، بروا له هو، سألوه له هو ايش يعمل، وقولوا له ايش نعملوا نحن في هؤلاء المجرمين القتلة الذين قتلوا، مش قتلوا الرجال، قتلوا أصل الممكن، قتلوا الحياة، قتلوا كل شيء. اللغة تستعصي، تفشل ولا تستطيع أن تعبر. يجيني تو واحد يقول لي مسرحية، انت غير قادر انك توقف درجين، تجوع درجين، غير قادر درجين، ما تجوش توقفهم انت قدام البوليس. المرأة اللي اغتصبها واللي فوتوا لها وصلوا حتى 6 شهور، حتى باش يخلوها تعمل عملية إجهاض ما خلوهاش 6 شهور، وخرجت وجابت طفل أصبح الآن شاب. ما قالتلوش أنت راك ابن حرام، تخزروا له يمشي ويجي يوميا. من يكون هذا الشعور هذا؟ شنو الشعور هذا؟ مش انت نحكوا على 65,000 ملف اللي احصتهم الهيئه، مش انت نحكوا لا ناخذ مثال ولا اثنين. شهادتان فقط هزتا اركان وجداد التونسيين، فما بالك بالاف الشهادات التي يمكن ان يدلي بها التونسيون. التونسيين مساكين ما كانوش يعرفوا. اللي ثم من التونسيين امثالا من البوليس السياسي من كان يغتصب الرجال، الواحد يجيبوا له بنته وامه ومرته وخطيبته ويعروها امامه. استفتوا هؤلاء، ما تستفتوناش نحن. استفتوا هؤلاء، هم يسألون يقولوا شو ما نعمل، مثل ما فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الذين غدرت بهم الدولة والذين أحالتهم إلى رماد وفرمت إرادتهم وفككت وجدانهم ودمرت عقولهم وأجهضت وجف حتى الخيال عندهم، أجهضت حتى الأمل وحتى الحلم. أنا واحد من الناس يحكي لي صاحبي قال لي حتى الحلم ما عادش نجم نحلم، صادروا لي الحلم. هؤلاء كيف يمكن أن نتعاطى معهم؟ يجوا تويك الهيئة الحقيقة والكرام يقولوا لهم على 4 فرنك. ال10 مليارات هذيك اللي يحسبها سيد وزير أسبق وزير الفلاحة قال تساوي 0.03 الميزانية، أعطيها مال لهم كمال المطماطي، أعطيها مال المرأة هذه اللي اغتصبها واللي عندها توا شاب هو ليس ابنها. شوفوا المشهد قداش فظيع، هذا عرفناه روا. مشيت نحكوا نرجعوا نحن متالي ال 65,000 هذاك، وكنا نمشوا في الذاكرة. من لديه بقية إنسانية يتبخر، يذوب، يمحي، يتحول إلى غبار، شيء من الإنسانية. شكرا لكم. شكرا الزميلة السيدة